ولو انكم يعني الشخصية كويسة ولكن مو. بس لحظة، سؤال الحين اللي معاه شاهد ليو ولا رهف القحطاني؟ ويا هلا والله أعزائي المشاهدين، كنت متوقع بنسبة 90% إنه هذا الموسم من استوديو 23 راح يكون عن مشاهير تيك توك ومشاهير البثوث خصوصا، وتوقعت يجيبون سعود القحطاني أولهم، وبعد أتوقع مستحيل ما يجيبون عزوز واو وفهود يحبكم وفواز وويو وداريا، واحتمال يجيبون برضو مودي جناوة. كثيرين انتظروهم، أنا متوقع راح يجيبونهم كلهم، وما ننسى ميار. المهم، تتوقعون سعود القحطاني زعل من التقليد؟ خلونا نشوف ردة فعل سعود القحطاني بعد ما قلدوه في MBC. يا هلا ومرحبتين. صراحة افتتاح أول يوم رمضان فيني، وشكرا لجمهوري وشكرا لMBC وشكرا للأشخاص اللي قلدوني وشكرا لكل العالم. الأمانة انبسطت، ولو انكم يعني الشخصية كويسة ولكن مو مرة جبتوها صح، ولكن صح أضحكتوني صراحة. اليوم أنا جالس، طبعا كان عندي عزيمة، أمي عازمة خوالي وعازمة الناس كلها اللي عندي موجودة. والله العظيم إني على باب الله سبحانه إني قاعد أفطر وصائم، إني ما أدري عن شيء، قاعد أفطر والله ما وعيت إلا التلفزيون قدامي. لو والله أن شكليا سعود، أول ما التفتوا علي الربع، هذا أنت. المشكلة أنا مسوي معزيم، ما حد يدري إني أنا وش وضعي، يعني يدرون في بث بس لحظة، سؤال الحين اللي معاه شاهد ليو ولا رهف القحطاني؟ احنا عرفنا انه هذا سعود، الثاني اللي معاه في التمثيل في التقليد مين؟ ما عرفت، انا ما ادري شاهد ولا رهف او ميار. هلا هنا سعود احس مبسوط مرة انه طلع بالتلفزيون، وبهذه المناسبة وجه رسالة لجمهوره اللي طلعوه هاشتاج في تويتر. وعد مني المرة هذه تقليد، المرة الثانية راح تشوفوني إن شاء الله في MBC كبره. أنا اللي راح أجي في MBC بكبره. فشكرا لقناة MBC، شكرا للناس الموجودة، شكرا لجمهوري، شكرا حتى الهاشتاج اللي بتويتر جدا أبسطني كلامكم والأشياء هذه. مرة يعني جدا يعني انبسطت مرة كثير، وصراحة شيء حلو، والقادم أجمل. احسن لك، ما بلاش هاشتاج تويتر، خليك بعيد. سعود الله يحفظك ويسر عليك، وفعلا سعود يملك مقومات التمثيل، مو يقلد الناس الا يمثل، لانه عنده كاركتر كوميدي خاص فيه. ونتمنى لك ولجمهورك كل خير، ونعتذر منكم ما حطينا لكم مقطع التقليد لانه عليه حقوق طبع ونشر، اول ما نحطه حيشيلونه. شكرا، سلام.